صباح الخير او مساء الخير على حسب ما حضرتك بتشوفني. طالب سنه سته الغلبان الضعيف اللي يا عيني ما لحقش يتاسس كويس، وفجاه وهو في سته ابتدائي لقى في وشه حاجه اسمها present perfect simple. يعني ايه؟ يعني زمن المضارع التام البسيط. بص معايا، انا مش هعقد لك الامور، الدنيا سهله جدا. معاك مستر عمر من كوريكت، وهنشرح لكم بسرعه جدا يعني ايه present perfect simple tense. لو انت بصيت معايا في كوريكت هتلاقيه كاتب لك ايه؟ ان هو بيتكلم عن حدث خلص بس لسه له اثر، وليكن ان انت حضرتك دلوقتي رحت لعبت كوره ورجعت، فلقيت ماما بتقول لك ايه؟ هو انت موسخ هدومك ليه؟ توسيخ هدومي ده هو ببساطه جدا هو نتيجه ان انا كنت بعمل حاجه وخلصت، اللي هو لعب الكوره، لكن لسه اثر او لسه لا، بيبقى نظريا كده حاجه خلصت ولسه لها اثر كده. بس لا، بس انا بقول لك انا ببسط عليك. تاني حاجه لازم تعرفها، هو بيتكون من ايه؟ كلمه بيرفكت يعني تام، لازم يكون في تصريف تالت. واحنا في ثالثه ابتدائي ما رضوش يحفظونا ان في فعل اسمه تصريف ثالث. كان عندنا فعل اسمه ايت، والماضي بتاعه كان اسمه ايت. لما خدناه في رابعه طلعنا خمسه خدنا ايت برضك. بس في سنه سادسه كان لازم نبقى عارفين ان ايت ايت ايتن. تاني ايت ايت ايتن. طب يا مستر ايتن ده هو ايه؟ هو تصريف ثالث بيستخدم في ايه؟ في حاجات كتير، بس من ضمنها الازمنه التامه. تم يعني خلص، عشان تكون فاهم كلمه زمن تام. تم يعني خلص باللغه العربيه اهو، سهل. اللي بعد كده بيقول لها مستر هو بيتكون من فعل اسمه هاز. ده لو الفعل بتاعه مفرد. مين المفرد؟ هي مفرد، شي مفرد، ات مفرد. عندي ثلاث ضمائر بيعبروا عن المفرد، هي وشي وات. طب لو قلنا عمر مفرد، طب لو قلنا مام مفرد، لو قلنا ماي تيتشر مفرد، لو قلنا ذا كار مفرد، لو قلنا ات اللي عايده على الويذر او الطقس برضك مفرد. طب اللي بعد كده عندي جمع اي وي يو ذي. اي وي يو ذي، هل هم ضمائر جمع؟ طبعا ضمائر جمع، وبالتالي اللي هيرجعني في اي ويقول لي بس مش جمع، دي لها قصه ثانيه بس مش وقتها. اوكي، فتعال نشوف. اي وي يو ذي هناخد بعدها ايه؟ هناخد معاها هاف. يبقى انا كده في المضارع التام البسيط انا بشتغل على فيرب تو هاف. يعني ايه فيرب تو هاف؟ يعني في المفرد بستخدم هاز، وفي الجمع بستخدم هاف على حسب الفعل اهو. يبقى انا كده عندي جزئين، الجزء الاول يا اما هاز يا اما هاف. على فكره لو عايز تنفي سهله، هاز حط لها نوت يبقى اسمها هازنت، وهاف برضه حط لها نوت يبقى اسمها هافنت. ايه اللي بيجي بعدها؟ past participle، بي بي. تاني بي بي past participle بي. بي بي هو التصريف الثالث للفعل، وبالتالي I have seen ده بي بي. بي بي seen هو كان اسمه سي، وبعد كده بقى اسمه السو. سي ده المصدر المضارع اللي ما جاش يمته، وبعد كده اسمه السو ده الماضي البسيط التصريف الثاني، بس انا بشتغل على التصريف الثالث يبقى اسمه السين. تاني I have seen my grandpa، ده انا لسه كنت شايف جده، لسه معدي عليا، انا اوريدي شفته. طيب اللي بعد كده مستر قال لي طب ما تنفي، قلت له سهله جدا. I وهاف هتبقى haven't، حطيت not عشان السؤال اللي بيجي يقول لك ايه؟ طب ما انا عايز not seen. تاني not seen. طب وايه not؟ not يا has يا have، فهتبقى has not اللي هي hasn't، او have not haven't. ركز معايا تاني. I haven't seen my grandpa، انا ما شفتش جده على فكره. او في لعبه كمان بنلعبها، هو انا مش هستخدم not، هستخدم حاجه اسمها never. never لا، ما بيحصلش. على فكره انا الحمد لله عمري ما دخنت، فببساطه جدا اقدر اقول ايه؟ I haven't smoked. I haven't smoked، انا ما دخنتش خالص. وممكن اقول لك بطريقه ثانيه وهي I have never smoked. لما تسمعني تعرف ان انا عمري ما دخنت. I have never smoked. طب بص للجمله دي. I have never seen my grandpa، انا عمري ما شفت جده. خلاص ماشي. طب اللي بعد افرض ان انت عندك جمله بدا بيس ونو، هنعمل فيها ايه؟ لا دي سهله. قول لي يا مستر انا ما عنديش في المنهج الكلام ده. اقول لك بس انت رايح اولى اعدادي السنه الجايه، كمان شهرين بالظبط هتبقى في اولى اعدادي، ولازم تكون عارف ازاي تكون سؤال، والا المحادثه مش هتبقى كويسه. ركز معايا كده. لو انا عندي يس او نو وبعد كده كما شي هاز نيفر. نيفر دي للنفي عشان ما تقوليش هو فين نوت. ما هو لو في نيفر يبقى ما فيش نوت، يا تستخدم نوت يا تستخدم نيفر، انما الاثنين مع بعض اكس غلط. طب تاني. No she has never spent تصريف ثالث من spend يقضي وقت او يصرف فلوس. لا معنيين، spend time انا بقضي وقت، او spend money انا بصرف فلوس. طب تاني. No she has never spent a week in Luxor، ده عمرها ما قضت اسبوع في الاقصر. بقول لك ايه؟ ما تستخدم ever. يعني ايه؟ يعني ده السؤال، وايفر بتيجي فين في السؤال؟ طب هو الكلام ده انا عرفته منين؟ ادي الكلمات اللي بتدل عليه. يلا اكبر لك الصفحه شويه، بص معايا هنا بيقول لي already، وايفر. ايفر فين في السؤال، ونيفر بتيجي فين في النفي.
في طبعا حاجات تانية زي since for و so far و up to now و up to now، حاجات احنا مش محتاجينها في سادسه ابتدائي، فركز في المهم بالنسبه لك ومستر عمر هيساعدك فيه. بص معايا، نرجع تاني لسؤالنا، وهو قال لي no she has never spent a week in Luxor. وانا ببساطه جدا، بص يا مستر انا هلغي نو، الغي نو، ونيفر هحولها لايفر. بس استنى، هو انت لما بتشيل نو بتعمل ايه؟ بتعمل مقص. يعني ايه مقص؟ يعني بدل شي هاز واحد اتنين انا بخليها اتنين ثم واحد، بعكسها يبقى هاز شي. ممكن تكمل بس وانت بتكمل ما تنساش ان نيفر هتتكتب ايفر، يعني هتشيل الان الاولانيه دي منها، ويبقى هاز شي ايفر سبنت ويك ان لوكسور، هي عمرها قضت اسبوع في الاقصر. ايه السهوله دي؟ مضارع كان بسيط، هشتغل على فيرب تو هاف، يا اما هاز يا اما هاف. استنى كده نص المشوار، النص الثاني اللي لازم بعد هاز او هاف تجيب تصريف ثالث، يعني مش بلاي انما بلايد، ومش هاف انما هاد، ومش سي انما سين. طب انا يا مستر عايز احفظ الافعال دي، اولا انا هحطهم لك في كومنت في الفيديو، ثانيا يبقى كده كده موجودين في كوريكت المستوى الثالث، فركز معايا اكتر. يلا، في السمر كورسز الكورسات الصيفيه المس والمستر بياخد كوريكت علشان خاطر حاجه بسيطه جدا. انا عايز كويستشن بانك ضخم جدا. ليه يا مستر؟ عشان صفحه زي دي مثلا هي هتسمع لك التصريفات الثالثه اللي انت حفظتها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كلها نفس الفكره. انا مديك هاز او مديك هاف، وبقول لك لو سمحت الفعل المصدر ده خليهولي في التصريف الثالث، يبقى لازم انت تحفظ. طب لو ما حفظتش لازم ترجع تراجع تاني عليهم علشان تكتبهم، والا مش هتحل. طب خليك معايا وانا هساعدك فيه. بص معايا، We have clean. يا ترى التصريف التالت بتاع كلين ايه يا اولاد؟ قال لي clean ده يا مستر سي ال اي ان اي دي. طب اللي بعده I have always studied. اما نخليها studied اس تي يو دي، حول الواي لاي واضيف اي دي، تصريف تالت اهو. طب the mechanic has fixed. لا يا مستر ده فعل عادي. يعني ايه فعل عادي؟ يعني التصريف التالت بتاعه زي الماضي fixed. طب اللي بعده have you washed W A S H E T. طب اللي بعده the boy hasn't eat ولا ate ولا eaten. طب بص معايا eaten بتتكتب ازاي؟ اقول لك على حاجه لطيفه، احنا هنكتب نفس الفعل وهنزود له اي ان، سهله اهي. طب اللي بعده he's يعني is ولا يعني has؟ ما هو لو is الفعل اللي بعدها هياخد اي ان جي، هيبقى مضارع مستمر. ولا has عشان جاي معاه كلمه just، وهتلاقي كلمه just في كتاب المدرسه، وهتلاقي كلمه just في كتاب correct. just على فكره بيجي قبلها has او have وبيجي بعدها تصريف ثالث. طب ركز معايا تاني، يبقى he just do did done D O N E. وكمان عندي has she brushed B R U S H E D، بس المستر نطق اي دي هنا ت brushed. هقولها لك بعدين في حصه لوحدها وانا بعلمك ازاي تنطق الاي دي، لان لها ثلاث طرق بتنطق بيها. اللي بعده they have made M A D E. معايا ولد في الدرس بيقول لي maked. طب بالك هي make made made، تاني make made made. اللي بعده yes we've just listened listened. تاني listened يا مستر يعني استمع. they have watched watched. قال لي watched. طب have you been ولا was ولا were ولا been؟ طب المستر بتاع الدرس بتاعي او بتاع المدرسه بتاعي نطقها لي بين. حلو جدا، بين شغال وبين شغال، وانت قولها زي ما انت عايز، المهم تكون عارف ان بي ده المصدر معناه يكون، was aware معناها كان، التصريف الثالث اسمه بن، انا بقولها بن، حضرتك هتقولها بين، احنا زي بعض. اللي بعد this car hasn't won. طب اللي بعد يا مستر we have already ordered. طب بقول لك ايه؟ نعم يا مستر، هو order ده فعل عادي ولا فعل شاذ؟ لا ده فعل عادي. يعني ايه فعل عادي؟ يعني بدل order هيبقى ordered اهي يا مستر ordered. طب اللي بعده بدو خد اي دي has it snowed. ادي يا مستر snowed S N O W E D. طب اسمى has just bought. spelling boat B O U G H T. B O U G H T يا مستر تصريف ثالث من باي بوت. ارجع تاني راجع تصريفات الافعال مهمه جدا. اللي بعده they have helped ولا helped. طب يا مستر هي helped ده فعل عادي هتاخد اي دي عادي جدا. اللي بعده has she ever put. المستر تقريبا نسي وقعد يقول لك put وعلق. لا ما علقتش، ده فعل شاذ المصدر بتاعه اسمه put.
والماضي بتاعه بردك اسمه put. بس التصريف التالت بقى اسمه put بردك. على فكره ده عامل زي السات سات سات ولت لت لت، عادي جدا في تصريفات كده التلاته زي بعض، مصدر وماله تصريف تالت. اللي بعدها they have pick sorry 18 the lion has just hunted. ادي يا مستر هانتد، حطيت الاي دي وانا زي الباشا وما بذلتش اي مجهود. طب they have pick ولا picked ولا picked؟ تصريف ثالث مستر. نعم. هو الماضي بيبقى زي التصريف الثالث؟ ايوه. في كل الافعال؟ لا. في افعال كتيره الماضي زي التصريف الثالث، ولكن لازم تحفظ عشان تعرف امتى بيبقى ده زي ده فتبقى سهله بالنسبه لي، وامتى هيجي لك افعال زي فعل اسمه hear بمعنى يسمع. التصريف الثاني والثالث heard. بس احنا هنحط الاي دي؟ اكيد لا، هنحط دي بس، وده لانه فعل شاذ. اللي بعد we have just paint ولا painted painted. painted بمعنى لون او دهن. have you been؟ فاكر البي التصريف التاني كان اسمه ايه لما كنا بتقول لي been وانا بقول لك been؟ احنا الاثنين زي بعض. اللي بعده it has rain ولا rained. ادي rained يا مستر تصريف تالت. طيب انا كده حليت لغايه جمله 22 والصفحه لسه فيها. باقي الصفحه بيقول لي mom has go went gone Gone. ادي gone. سوري انا كتبت الازرق، نرجع نكتب بالاحمر تاني. have you seen ولا saw ولا seen؟ ادي seen يا مستر SEEN. خد بالك دي كانت صفحه واحده انا علمتك فيها تراجع وتحفظ التصريفات الثالثه اللي بتيجي بعد هاز وبعد هاف. دي كانت صفحه واحده بس من كوريكت فيها 24 جمله ب 24 فعل، لازم تراجعه وتحفظه كويس جدا مع كوريكت. في الفيديو الجاي هحل معاك تدريبات اكتر على البريزنت بيرفكت. بريزنت يعني هاز او هاف، ادي نص المشوار. النص التاني ولازم تاخد تصريف ايه؟ تالت. وما تنساش لو حط لك نوت هاز تبقى هازنت وهاف تبقى هافنت. كان معاكم مستر عمر. فولو كوريكت على يوتيوب وعلى تيك توك وعلى واتساب وعلى فيسبوك. باي باي.